مرة أخرى يتعرض الدوري العراقي الممتاز إلى تأجيل من قبل اتحاد الكرة بسبب ارتباط منتخبنا الوطني بمباراته المصيرية أمام المنتخب الصيني، ما يعني أنه سيمتد لشهور طويلة، الأمر الذي سيرهق الأندية واللاعبين وكل المعنيين بشؤون مسابقة الدوري. من يستطيع التنبؤ بموعد انتهاء مباريات الدوري العراقي للموسم الحالي؟ ربما سيكون جواب ذلك صعبا، لأن كل المؤشرات تدل على أن طريقه سيكون طويلا ومتعرجا بسبب كثرة التأجيلات. فبعد أن كنا قد استبشرنا خيرا بعودة الدوري لنظام المرحلتين وبعدد أندية أقل من ذي قبل، تعود التأجيلات لتقتل الأمنيات بأن نرى الدوري العراقي يسير بخطوات ثابتة نحو نهاية صحيحة بعيدة عن التخبط وسوء التخطيط. تصريحات أعضاء اتحاد الكرة قبل بداية الدوري كانت مغلفة بالثقة والتفاؤل، عندما قالوا أن حزيران المقبل سيكون موعدا للختام، وحينها رفعنا أيدينا إلى السماء مبتهلين على نعم الباري بأننا سنشهد الدوري ينتهي بهذا التوقيت، حالنا حال بقية الدوريات في أرض الله الواسعة. ولكنه على ما يبدو أن كل تلك التصريحات ستكون هواء في شبك بسبب كثرة التأجيلات التي بدأت تحرق الأخضر مع اليابس، وستجعل من الدوري عرضة لأشعة الشمس الحارقة في صيف لا يرحم من على الأرض. المؤشرات والدلائل تبين على أن الدوري لن ينتهي بالموعد الذي تم تحديده، وحسابيا سيكون إسدال الستار عليه منتصف آب اللهاب أو بداية أيلول المقبل، مما يعني تعرض من على أرض الملعب وفوق المدرجات إلى عمليات شواء مستمرة دون ماء أو هواء عليل. نعم، سنكون مضطرين في كلاكية 10 مرة لتحمل حرارة الصيف الحارقة، بل وسنكون عرضة لمآسي كثيرة إذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة لذلك. وخلافه سنكتب في يوم التتويج إنه يتوجب علينا أن نشكر كل من ساهم بطول فترة مباريات الدوري، وسنطبع 1000 قبلة وقبلة على جبينه، بل وسنردد بأعلى أصواتنا: عذرا دورينا، لقد كنت برعاية جهنم. علي نوري، وار الرياضية.